المرة دي أنا جاي أقولك إني حاسس بيك وعارف قد إيه أنت قلقان وخايف، بس كمان حابب أطمنك وأقولك إن ربنا كمان شايفك وحاسس بيك أكتر من نفسك ومجهز لك نتيجة تعبك وشقاك ده كله مكافأة كبيرة قوي وخير كتير قوي قوي قوي. بس انت اصبر اصبر وكمل للآخر. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر، فاصبر اصبر وكمل مشوارك للآخر. دكتور حازم عبد التواب كان دايما بيقول ان نتيجة العمل كله بتبقى متوقفة على الحتة الأخيرة اللي انت جيت فيها على نفسك زيادة وما استسلمتش، لان هي ديت اللي بتفرقك عن الباقي. وكمان دكتور حازم شومان كان دايما بيقول في كلامه كلمة السر: استمر. فاستمر يا صديقي في السعي واوعى تيأس، مفيش حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. كمل للآخر واوعدك انك ان شاء الله هتوصل لنتيجة جميلة جدا ومرضية جدا، ومش بعيد تكون الطب. أمثلة الناس اللي بدأوا يشدوا ويجتهدوا أكتر الفترة دي ووصلوا للطب كتير أوي أوي أوي، مش هقعد أذكرهم لك، لكن أقدر أقولك إنك بفضل ربنا ممكن تكون واحد منهم إن شاء الله لو اجتهدت من دلوقتي. بصوا يا أولاد، أنا علشان أفيدكم أقصى استفادة ممكنة وعلشان أنا قلبي عليكم، أنا جبت لكم نصايح من بق ناس موجودين في سنة أولى طب، من الناس المجتهدة والشاطرين جدا في أولى طب بشري في جامعة المنوفية، وما أدراك ما جامعة المنوفية يعني. فالناس دي كانوا مكانكم من كام شهر بس، فحصيلة خبرتهم ومعلوماتهم دي مفيدة جدا 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 ليكم. فعلشان تستفيد أقصى استفادة كمل الفيديو دوت للاخر. وعلشان تعرف هو ماشي ازاي، فبدايه الفيديو هتكون عباره عن ازاي تمشي وتلم الفصول والابواب بتاعه المنهج ودروسه وتحل عليها صح. بعد كده هتخش في ايه هي الكتب اللي المفروض اللي انت تحلها الفتره دي. بعد كده هتعرف مين هم المدرسين اللي المفروض اللي انت هتمشي معاهم وتراجع معاهم. واخيرا نصايح من زمايلنا في الطب البشري. فكمل الفيديو للاخر، ولكن قبل ما تبدا ما تنساش روق بقى على اخوك باشتراك ولايك وتعليق جميل تكتب فيه ايه هي الماده اللي واقفه قدامك، الماده اللي انت عايزها فورا. بكره ان شاء الله اعمل لك عنها فيديو مفصل ازاي تلمها وتراجعها صح، وايه هي الاسئله او الحاجات اللي انت عايز تعرفها، او في مشكله قدامك اكتب لنا في التعليقات. فيلا بينا على الفيديو. وبشكل عام علشان تلم اي مادة هتيجي على بداية كل درس فيها وتعمل حاجة اسمها خريطة ذهنية بتلم فيها العناوين الاساسية اللي موجودة في الدرس، وتكتب تفاصيل بسيطة خالص تحت كل عنوان منهم. بعد كده تلم العناوين الاساسية ديت وتحطها تحت العنوان الكبير بتاع الفصل او الباب، وبكده لما تيجي تفتح اي باب او فصل عشان تراجعه هتبقى عارف فين البداية وفين النهاية وايه الهدف اللي انت عايز تعرفه من الفصل ده بالظبط. بعد مذاكرة الفصل لازم 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 تحل عليه كويس قوي. بعد كده تدخل في الفصل اللي بعده وتحل عليه هو كمان، وتحل على اللي قبله، وتفضل كده لحد ما تخلص الفصول بتاع الباب كلها، تقوم تحل على الباب كامل. ولما تدخل في الباب اللي بعده هتحل على الباب القديم معاه. بالطريقة ديت هتلاقي نفسك خلصت أبواب المنهج كلها مراجعة وحل كويس جدا، وهتلاقي المنهج كله حاضر في ذهنك بإذن الله. كمان هتلاقي نفسك عرفت تربط المعلومات اللي في الفصول والأبواب ببعضها، وبالتالي هتعرف تحل الأسئلة اللي فيها أفكار عالية. ولأن الكيمياء مقسومة لنصين، نص عضوية ونص كهربية، والنص بتاع العضوية دوت ليه النصيب الأكبر في الامتحان، فاحنا محتاجين نتكة بس عليه شوية. لازم تراجع بفهم كويس قوي لكل فصل وللمعلومات اللي فيه، كمان للمعادلات بتاعته وللأساس العلمي بتاعها. فمهما غير في العناصر والمركبات بتاع المعادلة انت هتعرف تلعب وتغير فيها براحتك لأنك فاهم. وطبعا الأسئلة اللي بقت تيجي في الامتحان بقت تلعب في الحتة دي انك فاهم مش حافظ بس. فهتفهم وتحفظ كويس جدا النظري والمعادلات بتاع الفصل، بعد كده تحل عليها. وإياك تعتمد على كتاب المفاهيم في الامتحان، مش هينصفك ومش هيبقى فيه وقت ليه. هتبدأ تربط كل درس بالدرس اللي قبله بمعلوماته ومعادلاته وازاي تجيب المركب ده من ده او ده من ده. وتخلي بالك قوي من الحتة دي، لان انا شخصيا وقعت فيها في امتحان الثانوية العامة على سنتي وما قرأتش السؤال كويس. فلازم برضو تقرأ السؤال كويس لاني عكست ونقصت درجة، هي الدرجة الوحيدة اللي نقصتها. بعد ما تخلص كل فصل وتحل عليه هتلاقي المعلومات كلها اتربطت ببعضها، وهتلاقي نفسك حليت على كل الفصول والمنهج كله حاضر في ذهنك. هنا باي باي يا عضوية، انت هتعرف تحل عليها شوامل بكل سهولة جدا
ومش هيقف قدامك اي حاجة. ولو وقف قدامك حاجة هتبقى يعني مربطة زيادة شوية، وهتبقى افكار يعني حلوة هتستمتع بحلها، مش هتعقدك في الكيمياء. فما تقلقش، بس لازم تمشي بالنصيحة اللي قلتها لك في البداية، انك كل درس تبقى مظبطه ومربطه باللي قبله واللي بعده وحلل عليه كويس. نيجي بقى يا باشا للكهربية، والكهربية اللي بيبقى فيها شوية حكايات كده ومعادلات برضو، بس معادلتها بتكون اقل من العضوية، وحكاياتها مش ألذ حاجة، فيها عناصر انتقالية وفيها حديد. فخلي بالك بقى من موضوع الحديد ده قوي، الحديد وخاماته والمعادلات بتاعته ومعادلات الأفران بتاعته. انت لازم بقى تكون فاهم الحكاية ديت، وفاهم المعادلات كويس قوي، وفاهم النظري بتاعها كويس قوي، وايه الهدف منها. يعني لازم تحفظهم، فهمها وحافظها كويس، لان هو اسئلته في الحديد والجزئيه ديت عامه، يعني ان هو بيختبر ترابط بين المعادلات ديت ببعضها. نيجي بقى يا سيدي للحكايه التانية، وهي حكايه البطاريات والخلايا الجلفانيه والعناصر اللي فيها والمعادلات بتاعتها. خلي بالك برضو من الجزئيه ديت لانها مهمه، واسئلتها والله مضمونه، بس انت يعني ايه تكون حافظها كويس، حافظها وفاهمها، بس يعني فاهم انت متك عليها كويس، لانها مهمه واسئلتها بقول لك درجتها مضمونه. يعني كمان في بعض العناصر والمركبات اللي لها الوان ولها روايح والكلام من ده، الكلام ده يا باشا يكون محطوط كده في جدول مقارنه ومحفوظ صم. فاهم؟ بعد ما تخلص الحاجات دي بقى طبعا انت بتحل على كل درس زي ما قلت لك، فمجرد ما انت ما تخلص حل هتكون لامم الموضوع دوت مية مية، ومقفل المنهج بتاعك صح الصح. بعد ما تخلص مراجعة العضوية ومراجعة الكهربية بالخرايط بالحل، وما تسيبش فسفوسة ما تكونش فاهمها، خصوصا دلوقتي علشان ما فيش وقت تفهمها تاني قبل ايام الامتحان. هتكون مقفل مادتك بشكل فل الفل، وهتكون حليت عليه اسئله وامتحانات كتير، خصوصا بعد ما تخلص الكهربيه والعضويه هتحل شوامل، هتحل امتحانات سابقه كتير كتير. معاك شهرين اتنين يا عم، راجع كل ماده واقعد حل 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 لحد الايام اللي قبل العربي. لما تخلص وتقفل المادة، انت قافل المادة وانت مطمن ان مفيش فيها معلومة انت مش فاهمها او محلتش على كل معلومة فيها. فلما تيجي تفتح ان شاء الله الكتاب قبل ايام المراجعة وتيجي تقرأ، تلاقي الكلام خلاص انا عارف الاسئلة هتيجي عليه ازاي، وانا حليت عليه قبل كده وصمه. فمجرد بس ما اقرأه قراءة عابرة وادخل الامتحان ان شاء الله ربنا هيكرمك وتقفل باذن الله. نيجي بقى لجزئيه هو انا هحل كتب ايه وهمشي مع مين في المراجعه. كل اللي انا سالتهم اتفقوا على كتابين اتنين، كتاب الامتحان وكتاب مندليف، وانا شخصيا دي الكتب اللي انا حليتها برضه في المراجعه. وفي واحد من زمايلنا كان بيحل برضه كتاب اسمه افوكادرو. تحل الكتابين دول لوحدك لاول مره علشان تشغل دماغك على حل الاسئله، فتعرف تشغل دماغك في الامتحان برضه. ما تعتمدش ان المدرس يحل الاسئله وانت تحل وراه، لا، فكر انت في السؤال الاول، بعد كده لما يقف قدامك اسئله ايه ده هو انا هيقف قدامي اسئله، طبيعي ولازم لازم لازم هيقف قدامك اسئله في الحل، سواء على الدروس او على الفصول او على الابواب او حتى في الحل الكامل اللي انت هتحله، لازم هيقف قدامك اسئله، وده طبيعي جدا. هعمل ايه بقى لما يقف قدامي اسئله؟ هطلع على اليوتيوب، هروح على قناه اسمها كيمياء ثانويه عامه. القناه ديت بتحل كل الكتب اللي موجوده. هتشوف يا باشا ايه السؤال اللي وقف قدامك وتعرف حله وتفهمه صح، وفاهم انت اللي هو ما تسيبوش غير لما تفهمه. خلاص كده فل الفل على الحل. طيب تمشي مع مين في المراجعه؟ بص يا سيدي، اتفقوا برضو على يا محمد عبد الجواد يا اما خالد صقر. شوف انت بتفهم من مين وكمل معاه، بس ما تكملش مع الاتنين. ممكن تشوف بعض الشرح مثلا لخالد صقر، اللي هي لو في درس انت ما انتش فاهمه او معلومه، اللي هي الحاجات اللي بتنزل مجاني. لكن لو هتشترك مع واحد بس، ده اللي هتكمل معاه وهتحل معاه. فاهمني؟ والكلام اللي احنا قلناه ده كله مع اللي مطلوب منك من المدرس. ما تهملش المدرس وتمشي مع نفسك انت بس، هتضيع. نيجي بقى يا سيدي النصايح قالوها لنا طلبة في سنة اولى طب. يعني ايه؟ يعني الناس دي كانوا مكانك من كام شهر بس، فمروا بقى باللي انت مريت بيه، والنصيحة بتاعتهم في الصميم ان شاء الله. بيقول يا سيدي ان الكلام اللي احنا قلناه لك ده كله، الكلام ده بيخدم الطالب الشاطر والطالب الضايع. الطالب الضايع هيبقى مطلوب منه ان هو يبذل شوية مجهود اكتر، بحيث ان هو كل يوم بالليل، هو طالب بينام مثلا 8 ساعات، يجي على نفسه ويخليهم 5 بس،
ويسمع شرح الدروس اللي فاتته من على اليوتيوب، وهيجي بعد ما يخلص الدرس مثلا شرح ومذاكرة يحل عليه عدد بسيط من الأسئلة. هيلاقي نفسه بعد شهر تقريبا أو شهر ونص ماشي مع زمايله في المنهج بالظبط، ومفيش أي حاجة واقعة منه، وهيقدر برضه يخلص ويلحق، ويمكن كمان يجيب أعلى من اللي بدأ من أول السنة كمان، لو كان عنده العزيمة والإصرار إن هو يكمل ويحقق حاجة كويسة بإذن الله. وحتة تانية كده برضو بتخص حوار السنتر والاونلاين، يا ترى يكمل في السنتر ولا الاونلاين؟ فزميلنا برضو اللي كان مكانكم بيقول انك حتة بترتاح فين دي مهمة جدا. بمعنى ان واحد مش بفهم منه ولا برتاح في الاونلاين معاه، خلاص هكمل اوفلاين زي ما انا مع المدرس اللي انا معاه، ماليش بقى علاقة باصحابي وزمايلي، لانك هتكون لوحدك في الامتحان. القاكم باذن الله في الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن بقية المواد اللي موجودين، سواء بقى أحياء أو بقية المواد عموما، يعني هنتكلم فيها إن شاء الله. يمكن بكرة أو بعده بالكتير هنكمل بقية المواد بإذن الله. فاعمل سبسكرايب واعمل لايك يا سيدي، وتابع إن شاء الله معانا عشان الجديد مهم برضه. ربنا يوفقكم يا أولاد بإذن الله، وتوصلوا إن شاء الله للي انتوا عايزينه.